أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنتكلم على التلبينة النبوية. التلبينة النبوية ذكرت في الأحاديث النبوية، بس قبل ما نبتدي ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصلكم. أولا التلبينة النبوية يعني فيها فوائد ومميزات عظيمة جدا. أولا بتخلي النفسية مرتاحة وبتعالج الاكتئاب والتعب النفسي، وخصوصا ان دقيق الشعير بيحسن المزاج، وكمان مع اللبن والعسل وعين الجمل. كمان عين الجمل فيها اوميجا 3 برضو من ضمن الحاجات اللي بتحسن المزاج. وكمان الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى بيها في الطب النبوي. فكمان الشعير مع اللبن والعسل موجود دلوقتي في الاسواق العربية، حتى الغرب دلوقتي استعملوه على شكل مجفف، بيتباع في الصيدلية والأسواق. وكمان عشان هو فيه فوائدها عظيمة جدا، وعارفين قيمة الفوائد دي كويس جدا، لأنها بتعالج الحالات النفسية والخوف والفزع والاكتئاب. وكمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليها إن هي مفرحة للقلب، فهي مهمة جدا للجسم، وكمان بتعتبر معجزة نبوية. فاحنا المفروض يعني نواظب على أكلها، لأن بتخلص الجسم خالص وبتخلصنا من الوسواس القهري، وكمان يعني بتفيد في كتير من الامراض. وكمان في الصيدليات ومحلات العطارة دلوقتي بتبيع التلبينة. وكمان هي سميت التلبينة دي ليه؟ لشدة بياضها، لان كمان طعمها حلو، وكمان عشان هي مكونة من الشعير واللبن والعسل، وكمان سهلة التحضير، فهي مفيدة جدا للأطفال ومفيدة جدا لنمو الأطفال وحتى للعظام وللقولون ومشاكل القولون. مفيدة كمان للجهاز الهضمي، وكمان بتحارب الشيخوخة. فهي مفيدة جدا للأعصاب زي ما قلت والتوتر، وكمان للضعف العام، حتى علاج لتصلب الشرايين وحماية وصحة القلب، وخصوصا كمان لصحة الأطفال، ومفيدة جدا للأطفال. وكمان بتقلل الجلطات وبتمنع الجلطات، يعني سبحان الله فوائدها عظيمة جدا. ومفيدة كمان للحامل، السيدة الحامل مفيدة جدا ليها، وللي بترضع كمان، للسيدة المرضع، حتى لصحة الدماغ وللنسيان وللزهايمر وللأعصاب وللرعشة. يعني ما شاء الله فيها فوائد عظيمة جدا. وكمان مفيدة جدا للإمساك. فهي كمان يعني الشعير واللبن والعسل يعني يعتبروا حاجات طبيعية، فبتقوي العضلات، وكمان بتقوي الأسنان، ومفيدة جدا لفقر الدم، وحتى التهابات المفاصل والعظام والبشرة والتجاعيد وكمان البقع. فهي يعني حتى طريقتها سهلة جدا، كوباية مية مع نص كوباية شعير مطحون، وبيتقلب على نار هادية كويس قوي حوالي ربع ساعة، وبعد ما يستوي خالص بيتحط عليه العسل الطبيعي وعين الجمل. لو ما فيش عين جمل ممكن لوز، يعني اي نوع من انواع المكسرات. فدي حلوة قوي ومفيدة لينا، حتى ممكن كمان تتاكل في الفطار، لانها وجبة سريعة، وبتدي شعور بالشبع لطول النهار بشكل حلو جدا. وكمان يعني ما بتحسسش الواحد بالجوع، لان فيها شعير، فالشعير فيه الياف، فمفيدة جدا لينا والاطفالنا كمان مفيدة قوي قوي. فما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصلكم. ومع السلامة.